مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. النهارده بقى ناويين نستخدم اسم البرنامج في الاحداث اللي هنتكلم عنها. احنا برنامج بوكس تو بوكس فكرته بوكس تو بوكس هي المربعات اللي في الملعب بتتنقل من الخبر للتقرير للانترفيو الحوار، يعني تحقيق قضيه، بوكسات كده بتتنقل من بوكس للتاني 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 زي الكوره كده بشكل وتمرير سريع في الحلقه. لكن هناخد الاسم بالشكل التاني اللي هو البوكس. عارف انت البوكس بقى، الملاكمه يعني. والاحداث في الوسط الرياضي بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص اللي حصل اخر 3-4 ايام هي عاملة زي البوكس بتاع الملاكمة كده. يعني هنعتبر ان الكورة والرياضة دي جسد، والبوكسات مزنوق في الحلقة بتاعت الملاكمة في الزاوية، والبوكسات بتجيله من كل ناحية، جسد الكورة والرياضة بشكل عام. معرفش هل ده بقى محتاج يعني وقفة جادة من القائمين على الرياضة كلها بشكل عام عندنا هنا وعن الكورة بشكل خاص، ولا تفضل الأمور كده تترك وتقعد الرياضة تاخد البوكسات يمين وشمال لغاية ما تنهار وتسقط بالقضية. الأحداث بتقول كده. عندنا 3 4 5 موضوعات في غاية القسوة والأهمية، ولو في سيستم واضح شغالين بيه مش هنوصل أبدا للمراحل المتأخرة اللي احنا وصلنا لها، ما بين الجمهور اللي عامل مشاكل وقرارات بتصدر، ما بين احكام قضائيه بتصدر وعزل رئيس نادي الزمالك، ما بين كهربا اخر حاجه بقى اللي تسرب الايقاف بتاعه الشديد بتاع لجنه الانضباط، حاجات كتيره جدا الحقيقه. يعني خلونا نبدا باخر حاجه. كهربا سربت عن طريق احد المسؤولين في لجنه الانضباط العقوبه اللي خاصه محمود كهربا، ولما يبقى الكلام خارج على لسان نائب رئيس لجنه الانضباط المستشار محمد شيرين فهمي، يبقى الموضوع مش تسريب بقدر ما هو حقيقه واقعه. هقول لكم الاول التسريب اللي طلع انه ايقاف كهربا زي ما قال موقع القاهره 24، ايقاف كهربا 12 مباراه وتغريمه $1,000,000. 12 مباراة وتغريمه $1,000,000، وحرمان رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات 3 شهور وغرامة $300,000. ده القرار اللي اتسرب، لكن اعلن رسمي عن طريق اللجنة او عن طريق اتحاد الكرة لا. الكلام اللي كنا بنقوله عن اتحاد الكرة الفترة اللي فاتت، وكنا بنقول ان اتحاد الكرة وصلوا القرار ورفض يعلنه، واتحاد الكرة قال لك ما حصلش، احنا ما جالناش حاجة ونفى، طلع الكلام ده كله فيك، يعني ما حصلش. اتحاد الكرة وصلوا كل حاجة وعلى علم بكل حاجة، ولجنة الانضباط بعتله من شهر اكتر من شهر العقوبة، لكن هي القصة في التأخير مين يعلن العقوبة، يعني مين يشيل الليلة قدام الجمهور، هل الاتحاد ولا اللجنة؟ هي دي كانت المشكلة في الشهر الأخير ده. إنما القرار اللي سرب بتصريحات واضحة عن طريق أهو نائب رئيس اللجنة، كشف المستشار محمد شيرين فهمي نائب رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكورة قرارات اللجنة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بعد واقعة هتافاته ضد الزمالك. قال في تصريحات خاصة للقرار 24 ان لجنة الانضباط قررت ايقاف كهربا 12 مباراة وتغريمه $1,000,000. اوضح نائب رئيس لجنة الانضباط في حديثه ان اللجنة ايضا قررت حرمان رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات 3 شهور وتغريمه $300,000. وقال ان احنا بلغنا اتحاد الكرة بهذه العقوبات وهو من عليه مسؤولية الاعلان عنها، نحن لسنا جهات اعلان. يعني لسه حتى الان لجنة الانضباط بتؤكد انها ليست جهة اعلان. يعني احنا منتظرين من اتحاد الكرة انه يعلن وفق الكلام. كابتن ايهاب الكومي يعني اعترف لينا برضه بشكل خاص، هو مش حابب يدخل معانا على الهوا، هو عضو مجلس اداره الاتحاد دكتور ايهاب، وقال احنا جالنا العقوبه لكن احنا مش جهه اعلان، والمعني بالاعلان هو لجنه الانضباط. هتفضل العقوبه حايره بين الاثنين، هنشوف الساعات اللي جايه، لكن وما ان سربت يبقى هتعلن سواء من هنا او من هنا.
ايقاف 12 مباراه بيترتب عليه حاجات كتيره جدا، بس حل لوغاريتم مؤقتا المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه التظلمات. قبل ما نتكلم عن العقوبه وهل هي عقوبه سليمه كافيه صعبه مبالغ فيها مش مبالغ فيها، الكلام ده كله محل نقاش. لكن المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه التظلمات في اتحاد الكوره قال ما ان يتم الاعلان رسمي ويوصل للاتحاد ويعلن رسمي من حق محمود عبد المنعم كهربا والنادي الاهلي ان هم يقدموا تظلم، والتظلم ده هيعلق تنفيذ العقوبه لحين الفصل والبت فيه. يبقى احنا مؤقتا كهربا عنده مدخل سريع، وهو اول ما يعلن بشكل رسمي هيقدم تظلم. لجنة التظلمات اول ما بتستلمه بتتعلق العقوبة، يعني لا تطبق، يلعب عادي لغاية ما تقرر لجنة التظلمات ان العقوبة تبقى هي زي ما هي، تقل تتلغي الكلام ده، لكن ما تزيدش. يعني لجنة التظلمات ما عندهاش سلطة ان هي ترفع العقوبة بعد ما صدرت من لجنة الانضباط، لكن تستطيع تخفيفها، تستطيع الغائها. كل الكلام ده حصل قبل كده في مواقف كتير. لكن ما هي اللائحة التي استندت اليها لجنة التظلمات عفوا الانضباط في قرارها ضد كهربا؟ ما عندناش اللائحة. لكن لائحة المسابقات العقوبات بتاعت المسابقات اللي اعلنت قبل بداية الموسم لو جبناها كده على الشاشة، يعني انت عندك لائحة المسابقات فيها قائمة للعقوبات دي مصدق عليها من الرابطة على الحالات المخالفة لقانون اللعبة وشروط المسابقة. قدامنا اهو اللائحة، كل ده الطرد، الحصول على الانذارين، الطرد، المنع هدف محقق، اللاعب يحصل 3 انذارات، وهكذا 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 وهكذا. اقصى حاجة فيها في حالة فعل فاضح، يعني اذا اللاعب عمل فعل فاضح، وحط تحت فعل فاضح دي اللي هي قبل الاخيرة دي، حط تحت فعل فاضح دي 100 خط. يعني اقعد تخيل بقى بخيالك ايه هو الفعل الفاضح اللي ممكن يعمله لاعب. قال لك لو فعل فاضح او اشارات مشينة على احد عناصر اللعبة فيما عدا الحكام، العقوبة بتاعته ايقاف 6 مباريات. 6 مباريات، هي 6 مش 6، 6 مباريات. يعني اقصى عقوبة لو اللعيب عمل فعل فاضح 6 مباريات. كهربا خد 12 مباراة. في النادي الاهلي رد الفعل السريع اللي قدرنا نوصل له ان هم شايفين ان العقوبة مبالغ فيها جدا، سواء على مستوى الايقاف او على مستوى حتى الغرامة المالية، وانه كهربا يتوقف 12 مباراة. دي في انهي لائحة دي؟ ده اللي بيقوله الاهلي. كابتن محمود الخطيب دعا هيبقى في اجتماع خلال ساعات مع المستشارين القانونيين والمعنيين بالامر في النادي عشان يشوفوا كيف سيكون التصرف خلال الفترة الجاية. وكهربا الان هو عنصر مؤثر جدا 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 في اداء النادي الاهلي، والنادي الاهلي داخل معمعة مباريات ضخمة وصعبة جدا على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي. طبعا الايقاف ده محلي لا يسري على المستوى الدولي ليه؟ لان اتحاد الكره مش هيبلغ الفيفا بهذا الايقاف، زي ما اتعودنا انه اللعيبه اللي بتوقف عندنا محليا ما بتوقفش على المستوى الدولي، لكن هيكون له تاثير على اداء كهربا على المستوى الدولي لانه هيتوقف 12 مباراه. دي فتره ضخمه جدا، يعني عدد كبير من المباريات. ففي حاله ارتباك موجوده. طبعا قصه ايقاف رئيس نادي الزمالك 3 شهور وغرامه 300,000 جنيه، كده كده رئيس نادي الزمالك ما بيروحش المباريات، والنهارده في حكم صدر هنتكلم بعد شويه.